كأنك في مغارة. مغارة تحب تتوه فيها، وفي بيوتها اللي بتخليك تحس انك في زمن مختلف. دي بدون مبالغة واحدة من أجمل القرى القديمة اللي شفتها في مصر. قرية المشي فيها وفي شوارعها يخليك تحس انك في زمن الصحابة. أمين ولد أبو جليل ولا أمين ولد الطحاوي. البلد اللي من كتر تميزها تصور فيها مشاهد الواحات اللي كلنا بنحبها من فيلم ابو علي. مدينة القصر أصلا اسمها مدينة القصر الإسلامية. النهارده هاخدكم في جولة في متحف إسلامي مفتوح، والنموذج الوحيد الباقي للمدن الإسلامية القديمة. شعور رهيب كأنك رجعت ما وراء الزمن والله. قرية القصر كانت من أوائل الأماكن في الواحات اللي استقبلت القبائل الإسلامية سنة 50 هجريا، وهنلاقي فيها مسجد ومقام الشيخ نصر الدين اللي يعتبر من أقدم الجوامع اللي لسه على حالتها في مصر من العصر الأيوبي. والقرية تخطيطها الهندسي عبقري بشكل مبهر، بداية من بيوتها المتصلة اللي مبنية بالطوب اللبن واللي أنا حرفيا تهت فيها. البيت واحد من البيوت اللي متصلة ببعض، غرف كلها متصلة. يعني هنا اهو الشارع من تحت بس من فوق تقعد تمشي في غرف ممرات توديك الجنب التاني. احنا بقينا في اتجاه تاني خالص عن الاتجاه اللي احنا كنا فيه. يعني احنا هنا اهو كأنك في مغارة. الدكتور هنا هيطلع هنا شرح ولا لا؟ احنا في اعلى كده ايه نقطة في القصر في الغالب. اللي ورانا بقى من فوق دي مدينة القصر الحالية أو السكان عايشين فيها دلوقتي بعد ما سابوا هنا مدينة القصر القديمة. يعتبر في أعلى نقطة في المدينة القديمة دلوقتي، فظاهر بقى من ورانا الميكس أو الدمج ما بين المدينتين، المدينة القديمة اللي احنا فيها والمدينة الجديدة اللي دلوقتي السكان عايشين فيها، المبنى اللي بالطوب الأحمر اللي هناك. مدينتين شبه متصلين ببعض. وهنلاقي الشوارع متقسمة لضروب وحارات، كل حارة لها باب كبير وكل حارة فيها كان ليها مهنة معينة. وهنلاقي على أبواب البيوت أعتاب خشبية عليها حفر لتاريخ إنشاء المنزل واسم صاحبه وأدعية وآيات من القرآن. ولينا بأيام مباركة يخدمنا فسعت في هذه الدار. والقرية كان ليها 10 بوابات للحماية، وفيها نظام للتهوية بشوارعها الضيقة اللي بتسمح بمرور الهواء البارد لطرد الساخن ولحماية السكان من العواصف الترابية. ولأن قرية القصر كانت قرية متكاملة، فهنلاقي فيها عصارات للزيتون ومدارس وطاحونة وحتى محكمة. اللي ورايا دي عصارة زيتون يدوية عمرها أكتر من 300 سنة، كانت بتستخدم لعصر الزيتون على البارد في الفترة اللي الناس كانوا عايشين فيها في القرية القديمة هنا. المرحلة الأولى بتاعت الجرش بتاعت التكسير، ياخد المرحلة دي يخش على المرحلة الثانية. دي المرحلة الثانية بيطلع الجزء ده ومعاه الجزء الثاني، في 20 طبق من دول، يكسر كل كمية وكمية يحطها بين طبق وطبق ويضغط عليها، بيبقى عصر على البارد ويطلع زيت الزيتون هنا. يعني هو بيستخدم الضغط بتاع الضغط بتاع ده، ما هو سنة بص حلزوني، فبيضغط على الاطباق دي، اطباق الخوص، فيعمل نظام فلترة. ده بارد بقى على اصل، يعني ده البارد اللي بجد، ده بارد خالص. ده مبنى المحكمة الرئيسي، وقبليها كان جزء من المدرسة الإسلامية اللي هنا، وبعدها بقى بيت ضيافة لاستقبال الناس قبل ما الناس تطلع بره. مبنى المحكمة في القصر هو أصلا كان مدرسة من المدارس الإسلامية، مصمم على نظام المدارس الإسلامية القديمة، وبعدين استخدم بعد كده كمحكمة، حتى في مكان يعني استخدم للشنق. وفي الوقت الحالي القرية بتشتهر بصناعة الخوص والمشغولات من النخيل بجانب الفنون الشعبية والمنتجات التراثية. وهتلاقي سيدات مكافحات بيعرضوا شغلهم اليدوي في مدخل القرية مع أي زيارات سياحية، وكانوا ناس مرحبين جدا طيبين وعزمونا على عيش شمسي. كمان في بازارات موجوده في البيوت القديمه اللي جوه القريه. في اخر جولتنا في قريه القصر الناس المحترمين دول بازار مجند دعونا على شاي وتمر، وعندهم كل المشغولات والحاجات اليدويه. الشغل عندهم بصراحه نظيف، عندهم اللبس الواحي بتاع الستات والرجال ومشغولات يدويه. يعني الفرن ده هو اصلا موجود في البيت اصلا موجود، ده البيت بتاعنا، مش معمول هنا في البازار مثلا. لا ديكور ولا كده. ده البيت اصلا، ده البيت بتاعنا القديم، كانوا بيعملوا فيها امي وستي وكل كانوا بيشتغلوا فيه، فهو موجود زي ما هو كده. هو موجود حتى العلامات السوداء اللي هنا دي بتاعت الدخان اللي بيطلع من الفرن. يعني بتاعت الدخان، مش احنا عاملين الديكور ولا كده، لا. انا رممته، قعدت له ترميم بس عشان يبقى حاجه ايه متوارثه موجود. يعني يجيبوا الحطب والقش والحاجه يحطوها من تحت هنا، من هنا، ويولعوا النار. بيسيبوها اكتر من نص ساعه او ساعه، بيولعوها. لما الفرن تسخن بيكنسوا الحته دي، بيبقى فيه بعض السواد بتاع الخشب بيتكنس
من هنا، وبعد كده يتحط العيش هنا. الفرن ده بقى في البلد نفسها بره في القصر البلد الجديده لسه حد بيعمله؟ لا دلوقتي خالص. لا دلوقتي خلاص. بقى الفرن بتاع عشان المكان والدخان والحاجات دي. صحيح. وفي طريق رجوعنا لقينا متحف تراث الواحات المصريه، او زي ما الاهالي بيسموه متحف الدكتوره عليا، واللي اسسته مع جوزها لما اشتروا بيت قديم وحولوه لمتحف علشان يفضل شاهد على تاريخ وثقافه قريه القصر والواحات وتراثها وعاداتها وتقاليدها. في الفيديو الجاي هنكمل زياره المعالم واثار واحه الدخله، وهنستمتع بالطبيعه الجباره والعيون الكبريتيه. ادعمنا بلايك وسبسكرايب. سلام.